الخطاب الملكي ديال 2018 ديال ثورة الملك والشعب أكد فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة إشراك الشباب في النموذج التنموي الجديد. هذه العبارة ما كانتش مجرد خطاب سياسي، بل كانت إعلان عن مرحلة جديدة العنوان ديالها بناء دولة حديثة بنخب جديدة. العالم اليوم كيتغير بسرعة غير مسبوقة، التحولات الجيوسياسية في المنطقة والثورات التكنولوجية اللي دارت ضجة في العالم والصراعات الاقتصادية والإعلامية اللي كل شيء كيشوفها. فهاد السياق أصبح تجديد النخب ضرورة استراتيجية للمغرب. إدغار موران كان كيشوف بأن المجتمعات اللي ما كتجدش النخب ديالها كانت كتدخل في واحد الحالة ديال الجمود ديال الفكر والسياسة، وهذا الشيء كيأكد لنا بأن العالم اليوم الحديث ما بقاش كيقبل العقليات التقليدية وحدها، بل ولا كيحتاج المرونة والمعرفة والقدرة على الفهم ديال التعقيد العالمي الجديد. أما مانويل كاستلز فقد اعتبر أن القوة في العصر الحديث أصبحت مرتبطة بالشبكات والمعرفة والتكنولوجيا، ولهذا فإن إشراك الشباب في الاقتصاد الرقمي والابتكار وصناعة القرار أصبح جزء من الأمن الاستراتيجي للدولة الحديثة. وحنا في واحد المنطقة كتعرف تغيرات جيوسياسية متسارعة من الساحل الإفريقي للتنافس الدولي على إفريقيا. يرى صامويل هينتاتغون أن استقرار الدول مرتبط بقدرتها على تقوية مؤسساتها وتجديد نخبها باستمرار، وهذا الشيء هو اللي دارته الدولة المغربية في إتاحة الترشح كمستقل كنوع من فتح باب لإدخال النخب وفئات شابة. فالدول اللي كتعجز عن إدماج جيل جديد داخل مؤسساتها تدخل تدريجيا في أزمة ثقة وتراجع استراتيجي. أما ألان تورين فكان يرى أن الشباب ليس مجرد فئة اجتماعية، بل فاعل أساسي في إعادة تشكيل المجتمع، ولهذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب نخبا شابة، كفاءات حقيقية، ووجوها قادرة على فهم لغة العصر. وكيشرح لنا أولريش بيك أن العالم دخل واحد المرحلة ديال المجتمع المخاطر، أي أنه أصبحت التحديات الجديدة كتجاوز السياسات التقليدية، ولا عندنا الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي والتغيرات المناخية والحروب الاقتصادية. وهنا كتظهر أهمية النخب الشابة القادرة على فهم هذه التحولات وإدارة المستقبل. المغرب اليوم محتاج لجيل جديد كيؤمن بالدولة الحديثة وعنده الأدوات اللازمة باش أنه يواكب المستقبل، جيل يجمع بين الهوية الوطنية الكفاءة ولديه الوعي الاستراتيجي اللازم، لأن بناء الدولة لا يتم فقط بالحفاظ على الاستقرار، بل أيضا بالقدرة على صناعة المستقبل.